السلام عليكم واهلا بكم. معكم مصطفى حسان، وفي الفيديو ده هنكمل سلسلة مواقع العمل الحر، وهنكمل بقية الحلقات بتاعة خمسات. طيب يلا بينا نكمل الفيديو بتاعنا. هنروح الحين انا دوست اضافة خدمة. انا مثلا انت على خمسات اهو، هنروح دايسين كده اضيف خدمة. تمام، هننزل تحت كده، هنا في شوية اختيارات كده هتعملهم وتخش على تعمل خدمة على طول على خمسات. أول حاجة العنوان، دي أهم حاجة، ولازم يكون عنوان واضح للمشتري. يعني مثلا نعمل تصميم سوشيال ميديا بانرات مثلا. تمام، مصنف تصميم. شوف انت بقى عاوز ايه من دول. شوف كمان في كذا مجال اهو، عندك برمجة وتطوير فيديو انيميشن، هندسة معمارية، تسويق رقمي، أعمال صوتيات، أسلوب حياة، كتابة وترجمة، بيانات، تعليم عن بعد، كل حاجة. طبعا احنا مجالنا نختار تصنيف منشورات بقى، أي حاجة من السوشيال ميديا، أي حاجة أنت عاوزها هتلاقي هنا، صور مصغرة، كل حاجة هنا، تصميم تيشيرتات، تصميم أزياء، أي حاجة. طبعا احنا بنختار منشورات سوشيال ميديا. تمام، $5 خليها $5. شوف انت بقى على حسب الخدمة اللي انت بتقدمها. الخدمة برضه على حسب تنفيذك انت، بعد قد ايه، يوم، يومين، 3 أيام، 4 أيام، لحد شهر. تمام، هنروح على الكلمات المفتاحية، ودي أهم حاجة عشان تقدم الخدمة صح. هنروح مثلا نجيب أي حاجة تصميم، هتلاقي انت بقى عندك كلمات مفتاحية عن الحاجة اللي انت بتقدمها. بنرات ماشي، بوسترات ماشي، بانر ماشي. تمام ماشي، هي المفروض 5. تمام كده احنا ملينا دول ماشي. هنروح للسين التالي. بص بقى يقول لك ايه، يعني الذي دخلته قصير جدا. تعال نكبره شوية، مثلا 8 يوم. طبعا الخدمة اللي انت بتقدمها قدمها عادي، يعني اكتب الخدمة صح، اكتب وصف الخدمة صح كامل. صفحة الخدمة بقى، أول حاجة اللي هي إيه، كده إحنا خطوات الإكمال. إضافة الإعدادات كمال اكتملناها، بقى إضافة صورة الغلاف اللي هي دي، اللي أنت الخدمة اللي أنت هتقدمها تحطها هنا. إضافة وصف للخدمة، الخدمة اللي أنت تقدمها لازم تحط لها وصف. إضافة 4 صور أو 3 فيديوهات، فيديو للمعرض اللي هو ده معرض الأعمال. ممكن تحط مثلا أنت بتقدم صورة بانر، تجيب 4 صور من البانرات وتحطهم هنا، أو 4 فيديو من الفيديو اللي أنت بتنزله أو بتقدم الخدمة، 4 فيديو هنا أو 3 زي ما هو كاتب كده. إضافة تعليمات للمشتري، يعني نروح هنا كده على الإعدادات، هننزل تحت هنا كده، دي بقى في الآخر تعليمات للمشتري. يعني مثلا تقول له كذا كذا كذا، خدمة كذا كذا. يعني مثلا خدمة تقدم عن إيه كده، في خدمات تانية بتقدمها ولا لأ، دي تعليمات للمشتري. تمام، الخدمة عبارة عن إيه كده. خلينا نبدأ الأول صفحة الخدمة، مثلا نضيف أي حاجة كده، ممكن نضيف دي مثلا ماشي. إضافة وصف، لو أنت حط الوصف اللي أنت عاوزه، عنوان العنصر، دي بقى مميزات الخدمة. تمام، مميزات الخدمة. معرض الأعمال اللي أنت بتروح دايس كده يجيلك المعرض اللي أنت بتعمله كله أهو. تمام، ما الذي تستلمه، دي عادي ممكن تكتب له، يعني العميل بيقول لك ما الذي ستستلمه، هيستلم إيه، فلازم توضح له. تمام، وبعد كده بقى عاوز تضيف حاجات من تضيف صور، عاوز تضيف فيديوهات، قائمة، نص، أي حاجة. مثلا نص أهو، عنوان الاسم، اكتب محتوى الفقرة التي تريد. يعني انت لو عاوز تعمل عن حاجة تاني تروح تلغي عادي، وبتجيلك كده كده اللي انت أكملت دول، إرسال الخدمة للمراجعة. يعني كمان في مراجعة، الموقع بيراجع الخدمة اللي انت بتقدمها علشان ايه، عشان يتأكد ان الخدمة تمام. تمام كده. تمام، احنا كده ضفنا اهو الفيديو بتاع اللي احنا هنقدم الخدمة، ونروح كاتبين وصف هنا
والمميزات، وبعدين معرض الأعمال. تمام. هي كده هي مش صعبة. هو انت دلوقتي انت مثلا انت هتحط وصف ايه؟ وصف للخدمة اللي انت بتقدمها. يعني انت بتقدم بانرات، وصف للخدمة اللي انت بتقدمها. يعني انت مثلا البانر عن كذا، بانر كبير مثلا مطعم، المطعم ده عبارة عن كذا، البانر ده عبارة عن كذا كذا كذا، وصفاته كذا كذا، مميزات الخدمة كذا كذا، مميزاتها ايه اللي انت الخدمة اللي انت بتقدمها. معرض الأعمال ممكن تحط 4 صور أو 3 صور من معرض الأعمال، حاجة شبيهة للبانر اللي انت بتقدمه في الخدمة. تمام كده. أنا بحاول أوضح لك المعلومة صح. ودي عنوان العنصر. تمام كده. أول ما دول يكتملوا ولازما إضافة تعليمات للمشتري اللي هي دي. أنت ممكن ده تستخدمه من شات جي بي تي عادي. ممكن تخش على شات جي بي تي وتقول له أنا عاوز كذا كتعليمات للمشتري. تمام. هيجيب لك البرومبت كله، وتروح واخد النسخ هنا بس تديله المعلومة صح. يعني تقول له مثلا أنا بقدم خدمة موقع خمسات عن كذا كذا كذا، عن بنرات مثلا، هيجيب لك التعليمات للمشتري، أو ممكن أنت تحطها من دماغك. وحالة الخدمة تعمل، مش إيقاف تعمل، هي متفعلة أصلا. حدد إذا كنت تريد تفعيل خدمة أو إيقافها مؤقت. يعني لو عاوز توقف الخدمة مؤقت، لو هي شغالة وعاوز توقفها بتوقفها عادي. تمام كده. مدة تسليم ممكن أي زي ما قلت لك أي مدة. تمام كده. مثلا ممكن أضيف تطبيق جديد، ممكن تعلي سعر الخدمة، ممكن تعمل كذا كذا تسعيرة. أنت ممكن ممكن تعمل كذا تسعيرة. $10 الخدمة ديت $15، ديت $20، وهكذا. لو عاوز تضيف حاجات للخدمة، يعني مثلا انت دلوقتي هتروح قايل له الخدمة لو مثلا في تعديلات فيها تاني، هتعدل عليها حاجة تاني، يبقى كده الخدمة مثلا والله لو جايب $5 في الأول، والله كده الخدمة هتزيد $10. لو هتعدل حاجة تاني، حاجتين مثلا هتعدلهم في التصميم، يبقى كده $15. التصميم ابعتهولك مثلا PDF أو PNG، يبقى ايه؟ يبقى $20. هكذا ممكن تضيف أضف تطوير جديد. أول ما بتكتمل الحاجات دي كلها، وأنت طبعا أول ما بتعمل حاجة مثلا إضافة وصف الغلاف، أول ما بتعملها بتجيلك هنا علامة الصح زي دي كده. أول ما بتخلصها بتروح قايل إرسال للخدمة المراجعة. تمام كده. وده كان درسنا النهاردة. ولو في أي حاجة وقفت قدامك اكتب لي تحت في التعليقات، وهعمل عنها فيديو إن شاء الله، وممكن أرد عليك في التعليقات. فما تبخلش علينا باللايك والاشتراك. وبكده يكون خلصنا نهاية الفيديو. فما تنساش اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد، ودعمني عشان أنا بتعب في الفيديوهات دي. أنت مش عارف أنا بتعب قد إيه في الفيديوهات دي عشان أعملها لك وأوفر لك الحاجات دي مجانا، عشان ما فيش حد بيعمل كده، كله أصلا بيعمل كورسات. أنا عامل لك الحاجات دي مجانا، الفيديوهات دي عاملها لك مجانا. فما تبخلش عليا باللايك والاشتراك. سلام.